حافظوا على صلواتكم. حياتك في صلاتك. من الآخر يا ناس، الله يهديني وإياكم، لا نصلي كما نحب، ولا نفعل الصلاة على مزاجنا وأهوائنا، نصلي كما أمرنا الله من هذا المنبر. الله يرحم والديكم، حافظوا على صلواتكم وخافوا رب العالمين. وفي سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على صلواتكم، فإذا صلحت الخير الكبير، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. بنيها صحيحة وبنيها متينة، ونوصيك احرص عليها برك، والله غير تشوف الخير بين عينيك، احرص عليها برك. صليها بفرائضها، صليها بسننها، صليها بمستحباتها، صليها في اوقاتها، استحضر الخشوع فيها، الطمأنينة، السكينة، لا تقلق من الخروج منها. استشعر عظمة الله وأنت تصلي. فنبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه كان إذا حان موعدها يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بالصلاة. جماعة الخير، إني أعي ما أقول، حافظوا على صلواتكم. الله يهديني والله يهديكم والله يهدي المسلمين. حافظوا على صلواتكم، احرصوا على أدائها، لا تضيعوها، لا تهملوها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. احذروا 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 احذروا. استجيبوا للنداء حيثما كنتم. صلوا الصلاة في أوقاتها، استحضروا الخشوع، الطمأنينة، السكينة، الهدوء وأنتم تصلون. فإذا سمعتم الآذان وجئتم فأتوا الصلاة بالوقار والسكينة. حتى تسمع الآذان ما تجيش تفارس الجري والعدو، لا، امشي خطوة خطوة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المهم برك يا خوتي لا تضيعوا الصلاة. يا خوتي الله يهديكم، صلوا الصلاة في أوقاتها. يا خوتي الله يفتح عليكم، صلوا الصلاة كما أمرنا الله. أقم الصلاة بأوقاتها، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بل إني ألخص لك الكلام كله في كلمة: حياتك في صلاتك. من الآخر حياتك في صلاتك. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.